هل تعلم أن جميع خطاياك مغفورة؟ فعلا السؤال كان واضح جدا. هل جميع خطايانا مغفورة؟ من المفروض أن نفهم وندرك أهمية الحصول على العفو الكامل لجميع خطايانا ونتمتع بغفرانها وغفران أبدي ما بها رجوع أبدا، وهذا يتم بمجرد قبولنا بالإيمان عمل المسيح في حياتنا وتوبتنا ورجوعنا إليه والاعتراف بعمل الكامل اللي تم على الصليب من أجل هالخطايا. القصد، تخيل لو كان وياك سمكة كبيرة حية وانت واقف على شاطئ البحر وبحر عميق، وفلتت منك هاي السمكة ووقعت بالبحر مرة ثانية. هل هناك إمكانية أنك رح تعثر عليها مرة ثانية؟ وبأي شبكة رح تصيدها؟ وأي سنارة طويلة رح توصل إلها؟ بالتأكيد ما رح تقدر تلقاها. بهذا التشبيه أراد الرب أن يوضح لنا أنه إحنا ما رح نشوف خطايانا اللي كلها غفرها لنا الرب أمامه مرة ثانية. اتأمل في اللي يقوله الكتاب المقدس، ويأكد لنا الرب أنه غفرانه يشبه هذا الشيء. يقول يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. إذا تريد تتأكد أنه خلاصك تم وأبدي، تعال بقلب حزين بتوبة حقيقية وأطلب وقول: يا رب خلصني من خطاياي. أنا أعلم أنك أنت متت من أجل جميع خطاياي، أنك قادر أنك تعطي الغفران الكامل. عيني على ضعفي، عيني على قلة إيماني، ساعدني حتى أكون واحد من أولادك اللي يفهموا ويدركوا ويعلموا أنك أنت إله صالح في كل حياتك. لاسمك نعطي المجد، آمين. لقاءنا انتهى، لكن محبة الله دائما مفتوحة لنا، هو في انتظارك. أترككم برعاية الرب ونعمته، آمين.